وقلت النقد وانا كسبان، النقد وانا كسبان هو اللي بيبني. يا فرحتي ابقى كسبان الاسماعيلي اللي مش عارف يشوط شوط على الجول واطلع واحفل واطلع واعمل ترندات، اوه الزمالك الاول، واطلع واقول يا الاهلي ال 17 ولا ال 18، ادي الاهلي بقى الرابع والفرق بينك وبينه كام نقطه؟ مش سامعك، 4 نقط وعنده ماتش ولا 5 نقط وعنده ماتش؟ طيب شفت النهارده وهو بيعمل نفس فكره ان عبد الله السعيد يلعب مركز 6؟ هتقول لي ما دونجا تصاب. انا اقبل حاله واحده بس النهارده، ان دونجا يطلع من الملعب قدام فرقه رخمه شبه الجونه ان هو يكون عنده قصر في ضلع. هقبل ان دونجا يتغير تغييره زي دي والعب اخر 10 دقايق بالوقت الضايع في الماتش، يعني 5 دقايق الاخيره واخر والخمس دقايق بتوع الوقت الضايع من غير هاف ديفندر صريح في ماتش زي دوت قدام فرقه رخمه شبه فريق الجونه. حاله واحده ان دونجا ده يكون عنده قصر في ضلع. اي حاجه تانيه